في واشنطن 1965 كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد اللوين سميتو برنارد كيوجد راسو باش يدخل لقاعة المحكمة. هو قاصدها وصاه واحد من صحابو باش يرد البال، حيت في هذه المحكمة غادي يحاولوا يخليو عبرة لأي واحد كيفكر يدير بحالو. اشنو دار صاحبنا، كيفاش حتى لقى راسو هنا؟ اجي نديرو واحد الفلاش باك باش نعرف. بدا كلشي في سنة 1939. ديك الوقيته كان برنارد كل صباح كيهز الماتيريال ديالو، كيقص اكبر بنك في ديك البلاصه يمسح لنا الصباب ديالهم. صاحبنا ما كانوش كيديوه لديك البلاصه غير الصباب، كان كيمشي لتما حيت اغلبيه ديال الناس اللي كانوا فيها مستثمرين، وهو كيلمع الاحذيه ديالهم كان تيبقى جاري مع الهضره اللي تيقولوا، وغير كيسالي كيكتب دوك المعلومات اللي قالوا في واحد المذكره. صاحبنا ما كانش كيوقف غير هنا، في الوقيته اللي كتسالى فيها الخدمه كيمشي حدا المكاتب ديال البنك تيبقى راخي معاهم ودنيه، وبغا يكون كيدير هذا الشيء باش يعرف كيفاش البيض كيدير الفلوس ويدير بحالهم. واحد النهار هو جالس حدا واحد المكتب كيسمع داك الشيء اللي تيقولوا المستثمرين، حسوا واحد الحارس كان شويه غادي يشدو، نظهروا دوروا جوه في الوقت المناسب، شافوه علق قبل ما يوصل ليه. با سمع هذا الشيء اللي وقع ليه دخل عليه بزاف، سولو علاش كان كيتجسس عليهم، رد عليه باللي كيجمع المعلومات على كيفاش كيديروا الفلوس باش حتى هو يدير بحالهم. با ملي شاف دوك المعلومات اللي جمعوا والحسابات اللي دايرها ظهر بالذكاء ديالو، وفي نفس الوقت بقى فيه بزاف حيت كان عارف البيض ما غاديش ياكل ويوصل لك الشيء اللي باغي. دازو سنوات، كبر بيرنارد وتزوج وحده سميتها يونيس، ومن بعد عام ديال الزواج تزاد عندهم وليد، وفي سنه 1954 انتقل هو وياهم يعيشوا في لوس انجلوس. صاحبنا ما كانش عنده فين يسكن، عطى عم مراتو واحد البيت في دارو بما دبر على راسو، وهما كيتعشوا وعرض عليه يشوف ليه شي مقابله عمل، ولكن صاحبنا رفض هذا الشيء وقال ليه بلي جا لوس انجلوس على قبل الاستثمار في العقار. الاستثمار في العقار انا ما يحسبليش، بنت خويا تزوجات مليونير، وهو مطلع عليه. دخلت يونيس وقالت ليه بلي جمعوا واحد المبلغ محترم وجاو لهنا باش يستثمروا في العقار. عمها ما دخلش ليه فكره الاستثمار لعقله، بالخصوص في ديك الوقيته كان ممنوع على السود يستثمروا، ماشي ممنوع في القانون ولكن ممنوع غير بين المستثمرين. برنارد ما تسوقش الهضره ديالو، ناض لبيتو جبد عليها بنعسه. نهار الاخر كنشوفوه كيقلب على شي عقار، بقى دور هنا دور لهيه، اتصل بهذا اتصل بالاخر حتى لقى واحد المبنى مناسب للبيتجي اللي عنده. المشكل هو ان البنايه محتاجه للاصلاح والفلوس اللي عنده يلاه كافيه باش يشريها. صاحبنا كان كيتشاور مع مراته بزاف، قصدها عاود ليها هاد البلان، قالت ليه كنعرف واحد المستثمر يبغي يدخل معاك شريك. العشيه كنشوفهم داخلين للبوط ديال المستثمر اللي دوات ليه عليه. المستثمر سميتو جو، واحد من العزاوله الملاعقين اللي كانوا قلال في ديك الوقيته. سلموا عليه وتعرفوا، وهنا غنعرفوا بلي يونيس كانت خدامه في البوط ديالو قبل ما تزوج برنارد. هادشي ما عجبش صاحبنا، زائد جو فيه الضحك بزاف وما كياخدش الحوايج بجديه. كاع هادشي خلى برنارد ما يبغيش يدخلوا معاه شريك. من بعد ما حيد الفكره ديال يدخل معاه شي حد شريك، قال ليه حل واحد، وهو يمشي عند برك اللي غيبيع عليه المبنى يحاول يركعو وينقص ليه من الثمن. العشيه كنشوفوه جالس معاه في المكتب ديالو كيطلب منه ينقص ليه. سولو باركر اش غيربح هو اللي ينقص ليه، قال ليه بلي ديك الفلوس اللي غادي ينقص ليه غادي يصلح بها المبنى، بهذا الشيء غادي يقدر يكريه بثمن كثر، وبطبيعه الحال غادي يعطيه النصيب ديالو من الفلوس اللي غادي يزيد على الناس اللي كاينين. رد عليه باركر بلي واخا يشد داك المبنى يردو قصر، عمر الناس اللي كاري ليهم غادي يزيدوه. وهنا غيبدا برنارد يشرح ليه الفكره ديالو، ديك الحومه اللي غيشري فيها كيعيشوا تما غير البيض، وهذا الشيء حيت الملاك ديال المباني ما تيبغيوش يكريو السود، وهو ناوي من بعد ما يصلحها غيولي يكري السود اللي محركين صريفه ومستعدين يخلصوا مبالغ كبيره باش يعيشوا في الاحياء ديال البيض. باركر عجباتو الفكره ديالو كيفاش غادي يستغل التميز الطبقي لمصلحته، ولكن واخا هكاك رفض يدخل معاه في هذا الشيء. صاحبنا ما غاديش يستسلم بهذه السهوله، في المكتب ديالو ضرب على السميه ديال البنك اللي كيتعامل معاه. نهار الاخر غنشوفوه قصدو دخل البنك سول على المدير ريد، ولكن حيت برنارد كان موقف قدام السكرتيره قالت ليه ما كاينش صدراتو، حساب ليك صافي غادي يمشي. لا هو باغي يدير المراه يرحب بيه، بقى عاصر تما حتى صلى النهار، ومع خرج المدير ديال البنكه وقف عليه وقال ليه صيفطو عنده باركر. سولو فاش يقدر يعاونو، قال ليه محتاج القرض باش يشري من عنده واحد المبنى. رد عليه مدير البنكه باللي غادي يشوف واش يقدر يعاونو وتحرك من تما. بالليل وبرنارد في الدار اتصل به باركر وغيكون عارف حاول يستغل سميتو باش يوافقوا يعطيوه القرض، بالرغم انه خالف القوانين. فاش حاول يستغل سميتو بلا اخبارو قال ليه بلي توصل ليه مع مدير البنكه وغدا يمشي ياخذ القرض ديالو. صاحبنا سمع هذا الشيء بغى يطير بالفرحه، وديك الساعه خدا مع مرته وخرجوا يحتفلوا وهما ناشطين في واحد المطعم. وقف عليه جو، بقاو كيدويو وكيجيبوا في الهضره، تعرفوا اكثر. وهنا اكتشف صاحبنا بلي جو انسان طيب وغير تسرع في الحكم عليه ذاك النهار. في الاخير قال ليه جو الا احتاج شي حاجه يدوز لعنده ودعو تحرك بحالو. صاحبنا مع خرج ليه القرض شرى العقار من عند باركر وبدا الاصلاح بمساعده ولد عم يونيس وواحد صاحبو سميتو مات. هاد مات كان تقريبا هو الابيض الوحيد اللي ما عندوش مشكل يتعايش مع السود ويخدم معاهم، وهما كيديروا الاصلاحات. وقفت عليهم واحد العكروشه كريه عند باركر وقالت لهم قولوا لباركر واخا يصلح انا والله ما نزيدو ريال على فلوس الكرا، ولكن هنا غيصدمها باللي شرا من عنده البنايه، ومن هنا للفوق هو اللي غادي يولي ياخذ من عنده فلوس الكرا. العكروشه ما تيقاتوش وكثر من هادشي اتصلت بالبوليس وقالت لهم باللي واحد العزوه من انتحل صفه ديال المبنى، ومن بعد مده قصيره وصلوا للبوليس وغيبان باللي حتى هما عنصريين اكثر منا. وراهم صاحبنا الوراق ديال الملكيه، ولكن واخا هكاك بقاو تيعينوا فيه عاد مشاو بحالهم. موراها صلح صاحبنا العماره
انتقل هو وعائلته يعيشوا في وحده من الابارتمنت اللي فيها، والاخرين كرهوا السود اللي لاباس عليهم. بهذا الشيء قدر يرجع للبارك فلوسه وشاط الخير. ملي شاف داك الشيء اللي دار تعجب بيه والافكار اللي عنده، وعرض عليه يديروا شراكه. لوين غيتكلف في البحث عن العقارات والاصلاح ديالهم، وباركر يتكلف بداك الشيء ديال العقود، حيت البيض ما غاديش يبغيو يبيعوا لبرنارد. برنارد وافق، ومن هذا النهار ما كاين غير شقه على روحك. صاحبنا مع جمع معلومات كثيره على العقار، فاش كان خدام كيمسح للمستثمرين الصباب ديالهم، كيجي ساهل يلقى العقار اللي غادي يعود عليه بالارباح. بقى شري هذا العقار صلحو بيعو، شري الاخر صلحو كري، وفي مده قصيره كبر صاحبنا راس المال ديالو، ولا شريك مع باركر في اكثر من 12 ديال العقار. شرى لعائلته دار كبيره يعيشوا فيها، حياتهم بدات كتحسن، ولكن تمشي الرياح وبما لا تشتهي السفن. في واحد الصباح مشات مرات باركر تفيقو، لقات مول الامانه دا امانته. من بعد الموت ديال باركر بغات مراته تلغي الشراكه مع برنارد. صاحبنا كان غيجيه النص في حقه، ولكن حيت سميتو ما كاينه في حتى شي عقد وما عنده حتى شي حاجه كتبت باللي راه كان شريكو، استغلت مرات باركر هذا الشيء وعرضت عليه مبلغ صغير مقابل الحصه ديالو، وهداتو باللي لا رفض غادي ترفع عليه قضيه، وديك الساعه غادي تجمع عليه حب تبن. سول صاحبنا المحامي ديالو واش كاين شي حل، قال لي الحل الوحيد هو تجيب شي حد يشهد لك باللي راه كتسال النص في دوك 12 ديال العقار. الشخص الوحيد اللي كان عنده درايه بالشراكه ديالهم هو مدير البنك. نهار الاخر قصدو يطلب منه يشهد ليه، ولكن المدير ما بغاش يتلاقاه، وغيبان باللي غيوقف مع مرات باركر. بدا صاحبنا تيفكر كيحاول يلقى شي حل. من بعد مده قصيره طاحت عليه واحد الفكره، وفي العشيه غنشوفوه كيناقشها مع جو. الفكره ديالو كانت هي يشري البنايه ديال البنك، بهذا الشيء غيبزز عليهم يولي عامل ديالهم، وفوق ما بغى شي قرض غادي يعطيوه ليه. عجباتو الفكره، ولكن المشكل اللي غادي يكون عندهم هو مستحيل الملاك ديال المبنى يبيعوه لشخص اسود. سولو اشنو غيديروا في هذا البلان. صاحبنا كان ضارب حسابه ومقرر يخلي مات اللي خدام معاه هو الواجهه ديالهم، وحيت مات بيض اكيد اي واحد غادي يبيع عليه. طرحوا عليه هذا البلان ووافق، ومن هذا النهار بداو كيدربوه باش يبان بحال شي واحد لاباس عليه. جو كيعلموا الجولف وديك العياقه ديال الناس الهاي كلاس. برنارد كيعلموا دوك الحسابات اللي عندهم علاقه بالعقار، ومراتو يونيس كتدربوا على داك الشيء ديال العرضات والمطاعم، راه غيولي ياكل غير مع شكون وشكون. وما جاتش فاش يحط الماكله بدا يكور ويعطي العور. في الاول عانوا معاه بزاف، ترى خونا كان مطنق ما تيفرقش بين اللي والزروطه. الوقت كيدوز شويه بشويه، بدا كيتعلم ومع حتى هو باغي يحسن حياته، وما داز بزاف ديال الوقت حتى ولا ناضي وهو كيلعب الجولف. كتعطيه المصاريف ديال العقار تيقول لك شحال خاصك تشريه باش تربح فيه. صافي صاحبنا ولا واجد باش يكون الواجهه ديالهم، ولكن قبل ما يتلاقاو مع الشخص اللي غادي يشريو من عنده المبنى ديال البنك دار عليه برنارد واحد البحث، عرف منه كيفاش يقنعوه باش يبيع ليهم. جو جاب لهم كاع البلايص اللي تيكون فيهم باش يخليو الملاقيه ديالو مع مات تبان بحال غير صدفه. حجزوا ليه الماتش في نفس النادي اللي كيمشي ليه يلعب فيه الجولف، وباستعمال المعارف ديالو السود اللي خدامين تما رتب ليه معاه ماتش ديال الجولف. وهكا تعرف مات على صاحب المبنى، لعب هو وياه ماتشات، وملي تقرب ليه مزيان وخلاه يثق فيه قصدو واحد الصباح للمكتب ديالو، عرض عليه يشري من عنده المبنى، وهما كيتناقشوا على الثمن والارباح اللي غيكونوا عنده من هذا البيع. غيبان مات كيحسب بواحد الطريقه خارقه للعاده واللي مستحيل يتعلمها في هذه المده القصيره. وهنا غنعرفوا باللي مات عنده واحد الذاكره كتخليه يحفظ بزاف ديال الحوايج، وبرنارد عرف يستغلها مزيان. دار كاع دوك الحسابات اللي غيدوي فيهم مع صاحب المبنى وكتبهم ليه في واحد السبوره خلاه حفظها كامله. ترى صاحبنا بهرو كتسمع غير الا بعتي لنا غتربح في العام قدا وقدا. قدر ما تقنع صاحب المبنى يبيع ليهم، وبالليل غنشوفوهم كيحتفلوا بهذه المناسبه. ملي صافي ولا المبنى في سميتهم قدموا راسهم للبنوك اللي كاينين عندهم على اساس شركاء مات، ومن هذه اللحظه ولاو ما كاين غير الاستثمار مع كاع البنوك دايرين المقر ديالهم في المبنى اللي شراو. البنك اللي وفوا عليه قالوا ليه خاصهم قرض تيقول لهم بسم الله. صحابنا ملي ما بقاوش كيضربوا الحساب الفلوس اللي غيشريو بها المباني ولا العقار اللي عجبهم وبان لهم غيربحوا منه كيشريوه. البنك تيخلص وفي الاخير كيرجعوا ليه فلوسه وبالفوائد وكياخذوا الارباح. بقاو شري هنا شري ليه. صحابنا داروا العاقه وما جات فين توصل 1963 حتى ولا في الملكيه ديالهم اكثر من 170 مبنى. في واحد النهار خدا برنارد عائلته باش يزور باه اللي مازال عايش في تكساس. باه كان فخور به بزاف، تعشاو معاه وضحكوا ونشطوا، وفي الصباح خرج ولدو يشوف البلاصه اللي دزات فيها، وهما مسركلين دازو من قدام البنك اللي كان كيمسح قدامه الصباب. في نفس البلاصه ديالو لقى واحد الولد، سولو شحال الثمن باش كتلمع الصباب، قال ليه اسمح لي كنلمع غير الناس البيضين. من بعد هذا الموقف عرف صاحبنا بلي العنصريه اللي خلى سنوات هذه في تكساس مازال كيف ما هي. ومن بعد مده ديال التفكير قرر يسير البنك اللي كان كيلمع قدامه الاحذيه باش يعاون السود حتى هما ياخذوا قروض تخليهم يحسنوا مستواهم المعيشي. ملي رجع لوس انجلوس اقترح هذا الشيء على شريكو جو في الاول رفض بمره، وملي بقى كيلح عليه وشافو مثير اضطر يوافق. ومن بعد ايام غنشوفو مسلم مط لتكساس. من بعد ما قنعوا مول البنك يشارك معاهم في هذا الشيء، شراو من عنده 80% ديال البنك و20 بقات تملك ولدو. مع شراو صحابنا البنك بداو كيوافقوا على كاع القروض اللي كيطلبوا السود، وغتكون هذه اول مره في تاريخ تكساس يقدروا السود ياخذوا قروض. الامور كانت غاده مزيان، السود اللي خداو
القروض يقدروا يطوروا مشاريعهم ولا يفتحوا مشاريع جديده، ولكن ديما هاد ولكن كتقلب كلشي. روبرت اللي عنده 20% من البنك لاحظ باللي ما توافقوا على بزاف ديال القروض وبدا كيراقبوا فيما مشى كيتبعوا. شافوا بزاف ديال المرات مع جو وبرنارد، ملي بحث عليهم اكتشف بلي هما موالين البنك وما طغي الواجهات ديالهم. في واحد الليله هما مجموعين في دار برنارد دق عليهم، مع حليه برنارد دخل كيغوت عليهم وقال لهم بلي نصبوا عليه، ووصل ليهم ان شي عملاء ساقوا الخبر للقروض اللي عطاو للسود بلا ضمانات، وبلغوا بلي لجنه التفتيش اللي غادي تجي من هنا لشهر غادي تبحث في البلان. صحابنا سمعوا هذا الشيء ضربهم الضوء، ومع تحرك روبرت بحالو بداو كيفكروا في شي حل لهاد المصيبه، حيت الا مشى حتى خرج هذا الاخبار كاع العملاء البيض غيسحبوا فلوسهم من البنك، ولا مشاو حتى داروها غيعلنوا الافلاس، وهما كيشوفوا كيفاش يخرجوا من هاد الوحله. اقترح عليهم مات يشريو بنك اخر ويحولوا ليه كاع القروض، وملي يدوز التفتيش يرجعوهم. برناردو جو ما عجبتهمش هاد الفكره، حيت ما كاينش اللي غيتكلف بالاداره ديالو. هنا مات استغل الفرصه، اقترح عليهم يدخلوه شريك معاهم ويخلوه هو المدير ديال البنك. صحابنا بقاو شادين في الرفض ديالهم، ولكن ملي هدهم باللي الا ما شراو بنك جديد وداروه هو المدير ديالو غينسحب من العقود، اضطروا يوافقوا. من بعد ايام بالفعل شراو واحد البنك وداروا مات هو المدير ديالو، حولوا ليه كاع القروض ديال البنك الاول. الامور كانت كتبان غادا مزيان، ولكن يلاه دازو شي اسابيع قلال على هادشي جاو تفتيش مفاجئ للبنك جديد، وحيت مات ما يقدرش يواجه المفتش بوحدو، اضطر صاحبنا يدخل للبنك على اساس عامل النظافه باش يعاونوا في حاله حتى شي حاجه. والمفتش كيدرس تواصل قاعطلهم ديال المخالفات والقروض اللي خرجوا، ولكن مع صاحبنا مطنب وما تيفهم حتى شي حاجه في داك الشيء، بقى غير كيدور في عينيه. صاحبنا شاف راسو حصل، هز التواصل قال للمفتش باللي غادي يمشي يوريهم للمستشار ديالو، وقصد الطواليت وراهم لبرنارد. برنارد كان مصمت وما يوافق على حتى شي قرض قبل ما يوريه للمحامي ديالو، ولكن ملي شاف دوك القروض لقى فيهم بزاف ديال الاخطاء مستحيل يخفى عليهم المحامي اللي صيفطو لعندو. سولو واش هاد الشيء داز عند المحامي، هنا غيصدموا باللي عكز يمشي عند المحامي ديالو. هاد الشيء علاش طلب المساعده من روبرت، هو صيفطو عند محامي صاحبو ناري ولد خرج علينا. هاد اللحظه الامور ولات واضحه. روبرت حيت ما كانش كيحملهم بالعانه تيهم في دوك الاخطاء، وماشي بعيد يكون هو اللي صيفط لهم اللجنه ديال التفتيش باش يقضي عليهم بمره. صحابنا شافوا هاد البنك صافي ضاع من يديهم، طلبوا من مات يسمح فيه ويركز على البنك اللي فيه روبرت، ولكن مات اش غادي يدير؟ مشى اختلس الاموال من البنك الاول باش يخلص القروض ديال البنك الثاني اللي كان في سميتو. صحابنا وصلتهم هاد الخبر تصدموا، وفي بلاصه ركبوا في الطوموبيله ويتحركوا عنده للبنك، وهما كيسمعوا الهضره دخلت فرقه ديال المفتشين سدوا البنك حيت داكشي اللي دار مخالف للقانون، وراس الطرو بطبيعه الحال ما كانش عارف هاد الشيء. سد البنك مره ومن بعد جاو الفيدراليين اعتقلوا جو برنارد. التحقيق عرضوا على مات يقول باللي كاع داك الشيء اللي دار كان اوامر من عند جو برنارد، في المقابل يرفعوا عليه كاع التهم. دوز مات الليل كامل تيفكر في الاقتراح ديال المحققين، والنهار الاخر غنشوفوه في المحكمه تيقول باللي برنارد وجو هما اللي امروا بكاع هذا الشيء اللي دار. قبل ما يدخل برنارد للجلسه عرض عليه القاضي اعترف باللي كاع داك الشيء اللي وقع كان خاطئ، وما يذكر حتى شي حاجه على العنصريه. في المقابل يخفوا عليه الحكم واللي يخرجوه براءه، ولكن صاحبنا كان داخل ناوي عليها، رفض العرض ديال القاضي بمره. وملي دخل الجلسه هو كيهضر غير على العنصريه، قال لهم هذه الجلسه كامله دارت حيت جوج ديال السود امتلكوا بنك. من وراها بدا كيهضر لهم على كيفاش كان خاصو يتنكر باللباس ديال عمال النظافه باش يدخل البنك في الملكيه ديالو. وهذا الشيء كامل علاش؟ حيت السود في الدوله اللي كتقولوا عليها دوله الحقوق والقانون ما عندهمش الحق يمتلكوا رؤوس الاموال. قال كاع هذا الشيء اللي ما كانوش باغيين يقولوا، وكون ما القاضي امر الحراس يخرجوا كان غينور شي روينه. بسبب هذا الشيء تحجز على الثروه ديال برناردو جو، تحكموا ب3 سنين ديال الحبس بتهمه اهدار اموال البنك. دوزوا العقوبه ديالهم في سجن فيدرالي، وملي خرجوا لقاو يونيس كتسناوهم، هزتهم معاه في الطوموبيل وشد الطريق للديور اللي شراو في البهاماس قبل ما تحجز عليهم الدوله. كيفاش داروا ليها انا غنعاود لكم. فاش اقترحوا المحققين على مات يشهد في برناردو جو هددوه باللي لا رفض غيتحكم عليه ب 50 عام ديال الحبس. في الليل ملي رجع لدارو اتصل ببرناردو وقال ليه هذا الشيء وطلب منه يتلاقاو. فاش عرفوا معدد في 50 عام ديال الحبس قال لي غير يشهد فيهم باش يفك راسو، ولكن بشرط يشري لهم جوج ديور في البهاماس قبل ما تحجز الدوله على الممتلكات ديالهم. ما توافق، وهكا سراو صحابنا ديورهم. ملي وصلوا للبهاماس بداو عاوتاني الاستثمار في العقار، وبالخبره الكبيره اللي كان عندهم قدروا يجمعوا ثروه في مده قصيره ورجعوا لامريكا. وهنا غنعرفوا باللي فقدوا داك الشيء اللي قال صاحبنا في المحكمه، تحيدات ماده رفض اعطاء قروض للسود، ولاو حتى هما عندهم الحق في امتلاك رؤوس الاموال. وحتى لهنا غنكونوا وصلنا لنهايه الملخص ديالنا، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.